تعرفني على حالك عمو؟ اسمي أحمد أبو الشبان من مدينة المالكية. أول شيء عم نقول لك يعطيك ألف عافية على المعرض. الله يعافيكم يا رب. بس بدنا تحكي لنا كمان شوي لمحة على هذا المعرض، الفكرة تبع المعرض من أين اجتك إياه؟ الفكرة تبع المعرض قبل آلاف السنين، مليون السنين، الأكراد الأخوان المسيحيين عاشوا بهالعرض بهالمنطقة بالقرى وبالبلد، الأيام الفدان وأيام الجرجرة وأيام العربة وأيام الاشتغل بالبيوت كلهم كانوا يساعدون على بعض. هذيك الأيام هن له إيمان قوي، اشتغل بالإيدون، رجال شباب نسوان بنات، مشان ما يحتاج للعالم الغريب. وعاقلون ما شاء الله. صحيح هذيك الأيام ما في مدارس، بس عاقلون ما شاء الله مثل الأحسن من المحاماة. يعني كانوا يتعايشوا مع بعض مثل الأخوة؟ أبدا أبدا أبدا، ما حدا يعرف هذا مسيحي وهذا كردي، وكله يشتغلوا على بعض ويساعدوا على بعض. كثير شغلات، النسوان يقوموا بواجبهن والبنات يقوموا بواجبهن، وكثير شغلات الشباب والرجال. الشغل الفلاح القديم 90% كل الشغل الصعب على ظهر البنات ونسوان، جنب الرجال يشتغلون ويرفع راس العائلة كلها. يعني كانوا يشتغلوا بالزراعة جنب الرجال؟ أبد 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 أبد. أنا اشتغلت 20 سنة بالفدان وبالجرجرة وبعربة وبكل الشغل القديم بالقرى. أكثر شيء بارك الله فيكم، أكثر شيء البنات والرجال. أنا أقول أنا أول إنسان أعطيه حق النسوان وبنات. معناها تستاهل المرأة هالحق اللي عم والله 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 نحن مقصرين حقكم. والله كل سير ندوات والسمنيار بهالبلد أنا أرفع إيدي، أنا أقول حتى الآن نسوان وبنات مظلومين. أنتم تاكل حقكم وأنتم ما تعطيوا مجال. يعني لازم، ما عند رب العالمين ما في لا نسوان أحسن من رجال ولا رجال أحسن من نسوان، إلا إنسان بأخلاقه بشغله بعمله. بالصراحة وقت نجي من الحماطة نجي على البلد بركاني بحن وقرزق، كلهم إخواننا المسيحيين هن نسوي الخبز تبع التنور. بحياتنا نسوان الأكراد ما يعرف يسوي هالخبز، هن يعرفونها، صرنا بيت واحد. بس نجي على البلد وقت نرجع على البيت والنسوان جهزنا هالرقيفين الخبز، قل له خذوا للولاده. ايش تشوفوا فرق بين خبز التنور تبع قبل وخبز هلا اللي عم يصير بالأبطال؟ لا عمو، كل شيء القديم 100,000 مرة أحسن من الشغل الهلا. كهذيك الأيام الحنطة إيطالي أعلى حنطة بين الجميع. الحنطة نسوان ينقي حبة حبة وبعدين يغسلوا بالمي بالعين، وبعدين يجيبون على البيت يومين ثلاثة يحطوا على الشمس، وبعدين يحط نقول تير، والله تير فيه بس ما ضل تحت الطاولة. يحط 8 تنكات بالخرج تبع تير، نحط بظهر الحصان، نودوا الطاحون. هالطاحون في بالقريبرة، في بالحياكة، في بالمامشور، في جميع القرى تبع هالمنطقة المالكية كان في طاحون. هلا قبل كان في طاحون، عم بشوف هلا هون هذا الطاحون اللي كان يحطوا الحنطة فيه. مو هاي الطحين كان يطلعوه من هذا ولا لا لا هذا تبع برغل شغلات بسيط. هذيك الطاحون اشتغل على المي. الطاحون هلا في تبع جارنا تبع حجب كريم كافي اشتغل على الكهرباء، بس وين الخبز تبع طاحون تبع المي؟ وين تبع الكهرباء؟
طب الطاحون يعني ما اشقى تاكل ما تشبع. يعني كل شيء. طب النسوان كان يشتغل بالايدو، برغل، حنطه، شعير، عدس، لبن، حليب، يعني كل شيء كان يشتغلون صحة الإنسان، مصلحة صحة قوة الإنسان عمو. يعني كل شيء قديم أحسن من هلا كل شيء على الكهرباء وعلى العجلة وعلى الفلان على الفلان، بس وين الأولاني وين هلا؟ يعني من هيك اجتك الفكرة أنت تسوي هيك معرض، يعني مشان تلفت النظر إنه أحسن من هلا؟ بالفكرة والله أنا ب 78 أنا رحت على الشام. أنا زرته على المتحف حربي، شفته هونيك قطعات قديم، ورحت على حلب على القلعة شفته شغلات قديم، وهي 4 مرات أروح على الكردستان في قلعة هونيك أشوف شغلات قديم، وأشوفه بالتلفزيون كمان بتركيا هيك. أنا فكرت ليش بالشام وحلب بالكردستان بتركيا ليش يسوون معرض ويتجمعوا العالم؟ ليش نحن بالمالكية ما نشتغل؟ ليش هالفكرة؟ ليش نحن مو مثلهم؟ نحن كمان نشتغل ومشان العالم يشوفوا أهل المالكية الأكراد وإخواننا المسيحيين يشتغلوا شغلات قديم ويحبوا البعض، تراث، فلكلور، معرض، متحف، يفرجوا للعالم. عمو هلا عم نشوف تقدر تحكي لنا على هالبارودة على سيرة المتحف الحربي؟ هذا البارودة. هاي البارودة هاي أيام الإنجليز بالعراق. فرنسا كانوا هون. بالهديك الأيام قبل 70 سنة أهل الزهيرية طالعوا من دجلة. من مية الدجلة يعني طالعوا من مية الدجلة. شلون عرفتن إنه هذا من أيام الإنجليز وي؟ حسب الهنا قالوا وقت الجيش الإنجليزي يجي من الطرف السوري، الجيش الفرنسي يروح الطرف هونيك، بيناتهم شغلات ما في مثل هلا هيك السفينة وروح ويجي، وقع من ايد حدا وشالون وصار نصيب المعرض تبع المالكية. وانا هاي 8 تلفزيونات يجي لعندي و120 صحوفي و5 راديوات يجي لعندي. ابد انا ما اقول هالمعرض الي، اقول ملك الشعب المالكية للجميع. يعطيك العافية كمان. هلا وسهلا عمو. عم بشوف هذا المنجل. منجل. هذا على ايش كان يستخدم؟ هاي يا عمو، هاي المنجل انا اشتغلته 20 سنة بالمنجل. هذا ايش اشتغلت فيه؟ هلا 20 سنة انا اشتغلته بالمنجل. هدول ايش تقدر تحكي لي؟ ايه عمو، ايه عمو، هدول في هدول مو الي، بس انا حطيتهم جلد عليها قبل 50 سنة. لا انا كنت عمري شيء صغير قبل 50 سنة واكثر. هدول 4 تشوفن، هدول 4 وهاي منجل. اخواننا المسيحيين كانوا يشتغلوا جنب الدوارة، كله يشتغلوا بالمنجل وشغلات هن يفصلون. انا اشتريته هدول 4 كل واحدة ليرة، وهاي اشتريته 4 ليرات ونص. ايه هدول تقدر تحكي لي من ايش وايش مؤلفين هيك؟ هاي يا عمو هاي جلد وهاي حديد. اخواننا المسيحيين اكثر الفكر تبع كل شيء، الفكر تبعه 100% ناجح بالصنعة. هدول وقت نحط بإيدنا ونروح ما في حصادة، هالجميع الحنطة هلا يحصد بالحصادة، هذيك الأيام ما في الحصادة. وقت تلبس هدول وتروح هيك تحصد الحنطة. المنجل إذا يجي لا سمح الله يجي على اليد ما يجرح. وهون كمان بعيد من نابستري عربية مهم العصابي. إذا حدا ما يلبس هدول إيده تتجرح من الحنطة ومن منجلة. إذا واحد يلبس هذا مثلا، إذا واحد هيك قبضاي يقدر يحصد دونم ونص أو دونمين. إذا هذا مو بإيده هذا مو بإيده شيء نص دونم، وثاني اليوم ما يقدر يشتغل كمان إيده تتجرح. يعني باليوم تقريبا دونم كان تشتغلوا وانتم لما تحطوا هدول؟ ايه مثلا واحد بالسن شويه كبير وشوف 3 4 بنات و3 4 شباب، واحنا كله مع بعض
هيلا هيلا دبزاري لي هيلا هيلا هذول غني يعني لما كان تغنى وتنسوا حالكم كان ايه كان مبسوط انه تقول الدنيا كله النا. كم واحد كان تشتغلون؟ والله حسب العائله، مثلا عندك 5 اخوه، عندك اب، عندك البنات، كله يساعدوا على بعض. مثلا مين بالعمر كبير هو يغني، وولاده بناته عائلته في اغاني خصوصيه اغاني ايه اغاني خصوص ايه ايه هيلا هيلا دبزاري لي هيلا هيلا دبزاري هيلا هيلا دبزاري لي صجاري طولي واسماري دبزار هاتو خل باكر لي هيلا هيلا دبزاري دبزار هاتو خل باكر لي صجاري طولي واسماري رزقا زيرا دي طاكر لي هيلا هيلا دبزاري رزقا زيرا دي طاكر لي صجاري طولي واسماري. أنا رزقا زيرا دي طاكر سويتوا زنجير نبي عربي شيا زنجير تبع الذهب. وقت اجا دبزاري هيك قبضايه وكويسه وحلوه، حتى برقبتها 2 طوقتين. وقت الشباب شافون، الشباب ما ضل عاقل براسون، خرب حاله يعني خرب بيتهم. هيلا هيلا دبزاري لي هيلا هيلا دبزاري. عمو بس كانت تستعملوا انتم هذا الهندل ولا كان فيها الحدايد كمان؟ كل واحد له وظيفه. هذول اشياء وظيفه هذا وظيفته شهن العسل. هاي طالعنا عسل من الشهن، عسل تبع نحن نقولها تبع نقف. النحل ايه. كان كورين بابقرا اما دينا سريدري يعني العسل كان طالعوه من ايه يعني بيش. النحل لما كان يلتموا ما كان تخافوا انتم من النحل يلدغوا كل لا هن صاحب اللي يشتغلوا هن النحل يعرفوا صاحبون، ما يضربون، هو 24 ساعه بيناتهم. ما عم يلبسوا هال لا حتى بدون الباس، لا بدون الباس، بس اذا واحد غريب يضربون، ما يضربوا صاحبون. تمام. وانا عم بشوف هاي شنطه هيك. ايه هلا نجي من هون. هاي اسمه مصاصات جوت. هذا مصاصات جوت عمو. هاي ليش هذا شوف هذا يدي ايه. وهداك جلدي. ها هداك عمو. هذا هالة تبع الجوت. هذا نحط تبع فدان. وقت نروح نشتغل بالشول اذا دنيا وحل بالهديك المصاص عم نطفون. عم تنطوا الوحل يعني. وحل عم نطفوا الوحل. يعني هذول عم تستعملوهم وقت الحصاد ولا لا هلا بالشتاء. لما تقلبوا الارض. اي وقت نقلب العرض نزرع حنطه والشعير وشغلات. اذا صار وحل بالهداك عم نطفوا، واذا حصان ما يمشي شويه نحط جلده عليها مشان يمشوا. ايه. وثاني عمو هذا اسمه آدودة. كآدودة دراهن هيك زيدانينا بجمل كيك بيدي زيدها بي كاني والله نقول هيك زيدها يا وين آدودة؟ عمو عم بشوف والله في هالشاروخات. الشاروخات والله انا سويته. والله نسيت. هالشاروخات والله انا نسيت. هذا انا سويته بايدي والله. هالشاروخات من جلد المعز عم تسووه؟ من كل جلد يصير. إيه هذا انا سويته للمعرض. هلا قبل انت كانوا تلبسوا هالشاروخات؟ عمو اول كان بايامنا وقبلنا كل الرجال كل الشباب يلبس هذول. ما كانوا يدخلوا مي؟ لا 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 كل يادنا نلبس هذول. ايه هذول نلبس كل واحد للبيت يسوي كم ولاد عنده كم شباب عنده. يعني يدخلوا الرجل كمان هالشاروخات؟ ايه هذا نسيت كمان انا نسيت. جوارب. ايه مو كل جوارب. له جوارب خاص. هاي جوارب خاصين. ايه هذول خاصين للهاي. ايه هذول خاصين للهاي. وهدول القوالب تبع الشاروخ مين؟ قوالب تبع قنادر. في تبع قنادر وفي تبع. طيب هذا الصوف من اين كان تجيبوه قبل؟ هذا الصوف عمو عندك غنم والنسوان يسووه. شلون كانوا يسووه؟ هلا يجي دور ان شاء الله. هلا يجي دور الكل.
انه شوف هالقطعات كلن عمو بايامنا انا اشتغلت بجميع هالقطعات. عرف شو وظيفته، عرف الغني تبعه، عرف بايامه، في منهم بالشتاء، في منهم بالصيف، في منهم بالربيع. ايه كل واحد له. هلا هدول كانوا يلبسوهم بالربيع وبالشتاء يعني وبالصيف؟ هذا إيه؟ هذا على طول. هذا على طول. ايه واحد راعي. الريحة مو تجي من لا 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 ما لا عم يدودوا بما لا 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 لا, لا بالعكس. شلون كانت تحمى بالعكس عمو. هذا كمان مثل هلا حكينا على الخبز تبع الطنول، هاي كمان صحة الإنسان كويسة، كلها جلد، مو لاستيك، مو نايلون، مو شغلات. خلص معلش عمو صوف. احكي لنا على هاي. وقت الدنيا ربيع. بالمقص، هذاك مقص كمان. رجال شباب يقصوا الغنمة. ايه. والنسوان هيك ينظفون كويس. كل شيء وسخ يكبون، وبعدين بالهاي بالكردي نقول الشعب، عربي شو تقول ما بعرف. هيك ينظفون 100%، وكل يحطون قدامن ونسوان يسوي مثل هذاك الصوف. هذاك الصوف شوفوا معلق. تمام. اها إيه لا دي او الصوفه. ايه النسوان وبنات عمو كلن هيك سووا وهيك سووا وهيك سووا وهيك سووا. يبرموا الخشبة يصير خيط هالقد. هالخط هيك مثل صيب المعمل. ايوه. في منهم يلونون بالاحمر، في منهم يلونون بالابيض، في منهم يلونون تضل هيك حتى يصير هالقد. وقت يصير هالقد في مرة كانوا يشتغلوا الجوارب كل بالجوارب بالهدول كل نسوان سوا. هدول ما تقدر تحكي لي ايش هدول بالكردي تور. تور. هذا التور ايش تستعملوه؟ هلا انتم تلبس شنطاي، وين ما بتروحون عندكم شنطاي. هلا بالايامنا تور. تور كان يعني شنطاي عم ينحط الاغراض. مثلا عم نجي من القرزلق على المالكيه، ما هيك؟ كل غراض الصبحيات النسوان يعبوا ويحطون على ظهرهم، يجي على البلد يبيعون، وبعدين يشتروا اغراض يعبون ويحطون على ظهرهم ويجون على البيت. هلا في هذا الصوف عم بشوف هالكلاف كمان. ايه كلاب كمان. الكلاف هذا كمان كانوا يسووه من نفس الصوف اللي عم نفس الصوف هذا نفس الصوف، كله نفس الصوف. ايه انا اشتغلت بالكلن بايامنا، ما خليت شو ما. طيب عمو انت ما عم يجيك دعم مثلا انه مشان تكبر مشروعك اكثر؟ والله يا عمو مشان الدعم حتى الان ما حدا قدموا شيء لهالمعرض. يعني الك نيه انت تكبر مشروعك؟ ما عندي امكانيات. يعني هلا مثلا مستقبلا او اذا لك رساله تحب توجهها؟ والله انا اشكر الشعب المالكيه جميعا، اشكر منطقه المالكيه جميعا. هدول القطعات اللي تشوفن اكثر شيء يجي لي هديه من عند المنطقه، اكثر شيء بنات ونسوان. عم بشوف هون في جرات تبع المينه، هدول اتوقع قبل كان يعبوا مي فيهن. هذا عمو كان في هون في بيت ابراهيم خاتشو الله يرحمه هلا متوفي، هن واللي قبلون جميع الجرات تبع المالكيه منطقه المالكيه هن يسووه. كاجي لعندن افرج عليهن، تريد صغير تريد كبير شلون تريد. اقول لك اخواننا المسيحيين شاطر بالكل بالصناعه. هدول تسوي صغار اكثر شيء مشان ولاد صغير. مو قنبره، هذاك قنبره مشان يبسط فيها، تقول هاي صغيره ماما جابوا لي. وفي كبار يسوون كبار للمي. وهدول ايش في فرق يعني واحد اذا حط المي بقنينه بلاستيك او حطهم لا هذا احسن. هلا انت حطيت بالقنينه بلاستيك تحطه فوق السطح الدنيا الدنيا شوب. البكره تقوم تبع قنينه بلاستيك صاروا حراره كثير، بس حطيتها بالهاي بكره تشرب هاي ما تشرب تبع براد. يبقوا باردين يعني. يبرد. وما عم يصفوا مثلا الفخار، ما عم يصفي المي كمان؟ هن يرشحوا هيك حواليها لمي نظيف يبقى جوا. يعني اشقد تشرب واشقد تشرب، يعني تقول يا ريت قبل هلك ما شربناها. عم بشوف جرات كبيره كمان، هدول ايش كانوا يستعملون؟ هدول عمو
هدول واحد اثنين، هدول نقول كلوز صغير، هدول نقول جرة كبير. هدول ايش كانوا يستعملون؟ هدول يحطون جبن، نحن نقول سيركي، يحطون سيركي، يحطون جاجي، يحطون سمنة عربية. عسل ما كانوا يحطون؟ لا، وعسل كمان يحطون، بلا عسل كمان يحطون. هاي يبقى سنتين ثلاثة أربعة بالجواتل، هدول يسكرون، ما يخربون، ما يعني ما ايش يفز. كانوا يسكرون يعني بشاش لا، ويحطون، ماشي، يحطون قماش هون يربطون كويس، ويحطون عليها وحل أحمر، إلا وحل أحمر. ويبقى أشقد آخر طعمته تصير طيبة أكثر. وكانوا يحطوها فوق ولا كانوا يحفروا الأرض يحطون يحطون تحت الأرض. عم بشوف هالقرون كمان عمو. هذا كمان تبع غنم، الغنم والبقر وجاموس والله واحد جابوا لي هديه، مين يجيب لنا هديه نحن نقول الف شكر. يعطيهم العافيه. عم بشوف هالسطول يمكن كان السطول عمو، للحليب. هذا للحليب، وهذا اللبن، وهذا للمي، وهذا نروح هناك لو سمحت يا اختي، نجي هون. كان يحطوا اكل كمان فيه، واكل كمان عمو. هاي اسمها مشك، تعرف شو معناه مشك؟ هاي المشك ايش كان يستفاد؟ هذا الحليب تبع الغنم، تبع بقر، تبع جاموس، كلهم تحطوا عند طجره كبير، والمسا تحطوا على الحطب على النار حتى ساخن، وبعدين بكره تقوموا تسيروا لبن. هاللبن كله تجيبه هون، وهدول صغيره، هاي صغيره كلها تحطها على المشكه جواتها، وشوي مي وهيك هيك، بعدين تشدون. طيب هالمشكه من ايش عم تتكون؟ هذا من كل الغنمات، جلد الغنم. جلد الغنمه. وخلي خلي يجي بنت اخي هون، تعموا انت هون، وعمو تعا انت هون. ايه انتوا تشتغلوا. ايه واحده واثنين يصير. خلي يصوركم يعني عمي ايه ويجيبوها هيك لبين ما تصير راي. الشير لبن، شير لبن. وشوي ثاني حركن. ايوه عمو. وعمو انت تعا هون. ها عمو، انت حط ايدك هون، امسكي عمو. ايوه، حط ايد اليسار هون، وعيد ايوه. ايه هذه هيك يفضون حتى تعبى اللبن، ما هيك؟ كم لتر لبن كان يدخل فيها؟ حسب البيت. حسب الغنم. وبعدين هون كل العسل تبع نقول طب عربي، كل العسل تتجمعها وتحطها شيء مكان هيك كويس، وهالعسل يصير للجميع الاكل بالظهر والمساء. هلا عم بشوف سله هون. هاي كنا مشتاقين نجيبي. هالسله كان عم يحطوا خبز فيها اتوقع ولا؟ لا، هاي اسمه طبق. سله لحالها. هاي عملت 90 سنه. هذا تبع بيت عبد الغني، هذا المختار مالكيه. هذا عمو ما في براد. هلا كل شيء غراض البيت، مثلا بالفطور بالظهر بالمساء بعد تاكلوا تحطوا بالبراد. هلا هذيك الايام ما في براد، كل شيء تحطوا على العرض، وهاي تحطها على الفوق، وتحط شيء حجري فوق مشان العدو عدو صغار وكبار ما يوصلوا على الاكل تبع البيت. يعني دبيب و ايه كل شيء هذا يحمي كل الاكل. هذا وظيفته. وعم بشوف الحديد شوي. وهذا الحديد عمو، مثلا عندك انت شاب عمرك 20 سنه اكثر عقل، تحب نفسك وهيك قبضاي وكويس، عندك حصان عمره شي 3-4 سنين، وبعد تحط الخرجزينه على ظهر الحصان، ما في تاكسي مثل هلا، وهاي محل الاجر يعني. محل اجر، واحد هالطرف واحد هالطرف، وتركب على حصان، ب5 دقائق تكونوا بالعنديور. يعني كانوا يروحوا قبل المواصلات ما في. ايه هذا اسمه. بشوف هون كمان تمثال. هذا التمثال تقدر تحكي لي شوي عنه؟ هذا يقول
شو تبع هذا المصري شو تقولون؟ فراعنة. ايوه يقول هذول تبعوني. صار له ايش قد كم سنة ومنين جبتوا هذا؟ والله هذا جابوا واحد شاب من روباريا، والله اشقد ما بعرف اشقد عمرون. يقولون عمرون ايام الفرعون بالمصر يقولون 4000، ما اعرف والله ما اعرف اشقد عمرون. ايه اتوقع هدول كمان كلها تبع الصوفنة. ايه ايه عندنا هالحجر عمو تقدر ايه ايه, إيه هذا ايه عمو هالحجر اللي تحت. هالحجر عمو هالحجر عندك 3 تنكات 4 تنكات 5 تنكات حسب العائلة حسب البيت. هالحنطة تبع إيطالي وكله نسوان ينظفون يغسلون يحطون هون. المساء يقولوا والله اليوم عند الفلان دستار هيرك، اسمه دستار هيرك، كله بنات. يعني يجتمعوا كلياتهم. ايه بنات وشباب كله تجوا على البيت والبنات يغني والرجال يرد عليهم. بتعرف ايش كانوا يغنوا لما كانوا يضربوا هالطاحونة؟ دبهر دستارو تشش من باجارو اف دستاري كيا دستاري قنديايا، هيك يغنون ويحطون وحتى 2 3 بس كانوا يطلعوا برغل منه ولا طحين كمان كان؟ لا هذا مو طحين، بس برغل، لا هذا مو طحين. وحتى 2 3 تخلصوا وصاحب البيت مثلا والدي الاب يذبح او غاروفه او ديك علو حتى تخلصوا، ونفس هالبرغل يسوي لكم يطبخوا وتاكلوا. هذا وظيفته. حياة قبل طيبة كانت. 100,000 مرة عمو، 100,000. هذيك الأيام قبل عمو حاشاكم إذا كل القرية إذا واحد يكذب كذبة صغيرة كل القرية ما يحكي معه، يقول أنت كذبت، أنت ما يصير. ما يصير تحكي مرة. يعني كل الشعب كان هيك ساوي، يعني كان صافي. لف ودوران وحيلة ومشاكل ما في. إيه هذا وظيفة الدستار، 3 4 بنات و3 4 شباب. هيدا أخوك هاي؟ ها عمو أنت كمان تعال هون خلي يصوروك. تعال الطرف الثاني عمو. جرب أنا كمان. ايه عمو ما هيك بابا هيك عمو هيك بابا تمام. هيك عمو. ما كانوا يتعبوا لما يبرموها هيك؟ لا يسعدوا بعض عمو، من كثر عالم مبسوط، مو مثل هلا يفكر على المازوت وعلى الغاز وعلى الرز وعلى هالشغلات، عالم كل شيء كان في البيت جاهز. بس قبل كمان ما كان في مازوت، ايش كانوا يسووا؟ كله على الحطب. كانوا يدفوا حالنا على الحطب. ايه وتعال هذيك الطرف عمو لو سمحتي. ها عمو يحطون هون. دقوق يعني؟ ايه دقوقين كانوا يصير 2 بنات يشتغلوا يصير 2 بنات يشتغلوا، يصير 2 شباب يشتغلوا، يصير بنات وشباب يشتغلوا مع بعض. هارب يلا ايه هارب هلا لو خديو بعونا بديو وفجاريو وهارب هلا. ايه هاي بعدين كانوا يغنوا الا 2 كانوا يغنوا نفس الاغنيه، واحد يقول واحد يرد. اي واحد يقول واحد يرد، حتى شي تنكتين 3 4 هذول كمان اهل القريه يساعدوا على بعض، نسوان وشباب ورجال، وبعدين يروحوا يغسلوا ويصير برغل ويصير صافار وشو كله للاكل للبيت. وهذا عمو هذا كانوا يطحنوه يعني يحطوه جواته. هذا عمو اسمه علباء جزيره. في تنك وقت التجار يروح يشتري بالتنك حنطه بالقرى، تنك كل ما يشتغل تصير واسع، يعني يصير التجار يسوي شو تقولوا بالعربي، يسوي غش، يسوي حيله بال اللي يشتري. مثلا انا ابيع انت تشتري، اذا تاخذ بالتنك مثلا كل 3 تنكات نص تنكه زياده تاخذ. بعدين هاد اي قياسيه مثل لا اذا سوى هاي هذا ما في غش، لا هاي له عصايه يعني قياس نظامي. قياس نظامي تعبي. هاي تنكه عم يتعبى فيها. التنكه هاي تحطها هون وتحطها والله له خشبه هون، تحطها هون. هذاك اختي هذاك ايوه ايه ها بعد ما عبيتها عمو هتسوي هيك. لا انت تخسر ولا انا بخسر،
حق حلال. هذا وظيفته. هذا اجا من هذا اسمه عمو. يا الله يا خدي. ايه كريم حموي بصورينا. عمو بايامنا مثلا كل بيت هذا اسمه حبشيه، كل بيت له الحوش، يحطوا على الطرف الحائط مشان مي ما يأثر عليها. جميع الأكل طب الصبح طب الظهر طب المساء يعبون هون حطب ويشعلون النار، جميع الأكل يحطون هون، وأكل أحسن أكل تاكل. ووقت الظهر سويت الأكل وهالحطب ضل جوا، تعبي هاي المي والسكر والشاي تحطها بين هالحطب الفحم. ايه بدل الفحم كله يصير احلى شاي. كل شيء تبع الغسيل وتبع اكل وكل شيء على هالحبشيه. هذا وظيفته. بس كل شيء شغل على كتف النسوان، نسوان وبنات يعني كل. تقدر تحكي لي عن هاي هالآلة اللي عم نشوفها؟ هدول عمو ايش اسمها؟ هدول كل الجرجره يسوي اخوان المسيحيين بالمالكيه. هدول شغلون. هاي ايش عم يشتغلوا فيها؟ هذا بالايامنا ما في حصاد، هالقرش تبع حنطه وتبع الشعير وتبع عدس كنحصد بالمجلة. وقت نجيبه على البيندر تسوي كميه كبيره، نجيبه حصانتين او بقر اثنين او فرس اثنين. في كثير قطعات. هذاك مجاني ضل هونيك، مجاني ضل هونيك، ولا كمان معلق من هون. هاي الجرجره من اين اجت تسميتها؟ هدول جرجره اخوان المسيحيين لهم دكاكين جنب الدواره قبل 100 سنه جنب الدواره. هن عندهم بالعربي ما بعرف شو تقولون. هدول هن يسوي هدول تبرة. هدول اسمه كل بانجور له 19 تبرة. 9 كل وحده. هدول بانجورين كل واحد له 19. ليش 19 مو 20؟ والله هن سوا هيك. هن سوا هيك. هذا ما اغرب التدخل في شغلهم. الشغل يعني كويس. هدول هن سوا. هاي اسمه تبرة، هاي اسمه بانجور، هاي اسمه دوبشك، هاي اسمه جنبي، هاي اسمه رفرف، هاي اسمه يركب على ظهر الجرجرة. عندك هالقرش تبع تشول. حسب كل انسان حسب اللي عنده قرش تبع تشول. في منه شهر كامل يشتغلوا حتى يخلصون، في منه 15 يوم وفي منه 20 يوم حسب اللي عنده. مثلا حصانين قدام او فرس وواحد يركب هون ومثل دراسه هيك يفتل بالماء بالهداك تبع حديد. هاي الشوكه اللي اي شوكه فوق. هاي نقول ملهباه السن. هاي اللي عم يشيلوا شيلوا حتى في قرش تشتغلوا بالهاي، وحتى يصيروا تبن بالهداك هداك بالزاويه. هيك مثل الشبكه. مثل الشبكه.